سؤالنا الاول في كوره الكابتن والنجم الكبير كابتن ايمن يونس، ايه اللي حصل للاهلي النهارده في الجونه؟ اللي حصل اللي عمله الجونه الاول، الجونه عمل اداء، لان الناس دايما ما بتشوفش الا بعينين الاهلي والزمالك بالظبط، واحنا لازم نشوف عينينا حمراء وبيضاء بالظبط كده. وده بيزعلني الرؤيه دي، ما بيبقاش فيها موضوعيه او واقعيه. الواقعيه ان فرقه الجونه عملت مباراه رائعه جدا، سيطرت على كل المناطق. الكلمه الدارجه اللي بيقولها الناس اللي بتردد كلام الكوره ان هم سيطروا على نص الملعب. أيوة. العمليه ما كانش فيها سيطره على نص الملعب، كان فيها سيطره على اجناب الملعب. لاول مره انور سلامه لعب بطريقه جديده محترمه، سيطر بيها على اجناب الملعب، افقد بيها هجوم او بدايه هجوم النادي الاهلي حقيقته في الشوط الاول، وافقدوا توازنه تماما. ولولا ابو السعود وشهاب ودروجبا لكانت النتيجه مختلفه تماما اليوم. هدف واربع اهداف بمنتهى السهوله التهديفيه، لولا ان دروجبا بيرفض كل الهدايا اللي قدمت عليه من طبق، يعني مش من فضه، ده من ذهب، ونص انفرادات خاليه. حتى ده ابو سعود في كره كان بره المرمى ورجع للمرمى، ولسه دروجبا بيفكر يشوط ومتزحلق على نفسه طول الماتش، قفل باب التاريخ في وشه النهارده. لا على طول هو متوتر جدا في عمليه مواجهته للمرمى. حتى في الشوط الثاني الكره سقطت له، مشيت من ورا كل المدافعين، راحت على راسه وحطها في الاوت، غير موفق على الاطلاق، في ظل حاله من التوتر الفني جوه المباراه للاعبي النادي الاهلي. هل هم مش قاريين الكابتن حسام البدري عايز منهم ايه؟ هل الكابتن حسام البدري متوتر في توتره انعكس على لعيبه النادي الاهلي؟ لحظه الرجوع للمباراه هي لحظه الرجوع فانيله النادي الاهلي في الشوط الثاني، احترام لعيبه النادي الاهلي لفانيلتهم، رفضوا منه الهزيمه، شيء من العزيمه الكرويه، شيء من العنف، الاحتكاك، تخويف لاعبي الجونه، اعاده السيطره النفسيه على المباراه من الشوط الثاني وليس الفنيه، السيطره النفسيه من خلال الاحتكاكات وقوه الالتحام. قاد الموضوع احمد فتحي من الخلف، اعطى ثقه لباقي زملائه، عملوا عمليه ضغط. تغيير شهاب كانت ايجابيه جدا جدا جدا، خاصه ان عاشور غالي معتز اينو علامه استفهام. ادي شهاب وانت بتقوله جون حلو قوي بالظبط كده. نص ملعب النادي الاهلي علامه استفهام، عمليه توظيف لعيبه النادي الاهلي. هل الاهلي بيحتاج لثلاثه ديفندر؟ هل الفرق الكبيره تستحق ثلاثه ديفندر في نص الملعب؟ سؤال حائر جدا ما بين الحسامين، حسام البدري، حسام حسن، الاثنين بيلعبوا بثلاثه ديفندر، علامه استعجاب وتعجب من انها بتدي فرقه فرص للفرق الكتير قوي اللي بتلعبهم ان هم يعرفوا يدافعوا قدامهم كويس قوي، ويعرفوا يخطفوا ويعدوا يتجاوزوا منطقه نص الملعب. مش لازم احتك بيك في منطقه نص الملعب، العب على الكور الطويله، العب من الاجناب، واهرب من منطقه الزحام الصناعيه اللي انت مصطنعها. وده الموضه اللي بيخترعها المدربين في مواجهات الاهلي والزمالك. ثلاثي نص ملعب النادي الاهلي في الشوط الاول افقدوا اتزانه، افقدوا توازنه. ثلاثي الظبطه اللي عملها الكابتن حسام البدري بنزول شهاب اعاد الاتزان الفني للاعبي النادي الاهلي.